السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. صباحكم غادي مزيان. اليوم ان شاء الله بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع، واحد الظاهره اللي ولات كتكرر عندنا يوميا. كنلقاو نفس السؤال: بغيت نأسس شركه، كيفاش ندير باش ناخذ قرض؟ او لا، واش ممكن تساعدوني باش ناخذ قرض؟ اول حاجه غنهضروا عليها، حنا ما كندخلوش في لي دوسي ديال لي كريدي. يعني فاش غتكون بغيت ناخذ قرض ما غاديش نخدموا معاك في الدوسي ديالك، هذه باش نكونوا واضحين. ثاني حاجه، انا نصحتكم، يعني دابا حنا هضرنا علينا، حنا دابا نهضر عليكم نتوما. نصيحه مني ليكم كخوتي: بعدوا من القروض الربويه. الحاجه اللي فيها الربا بعدوا منها. ثاني حاجه ولا ثالث حاجه، بعدوا من انكم تقلوا راسكم بدي شارج فيكس في البدايه. يعني نتوما كمبتدئين باقين ما عندكمش القدره ولا ما خاصكمش تكثروا لي شارج فيكس. علاش؟ لانه كل ما كثرتي لي شارج فيكس كيخصك شهريا تدخل هذاك لي شارج فيكس زائد شي حاجه من الفوق، وانت باقي ما عارف واش داك المشروع هيخدم، واش غتلقى كليان، واش غادي تقدر تبيع، شحال هامش الربح ديالك، باقي ما ميتريزيش بزاف د الحوايج كمبتدئ. فمن الاحسن بعدوا من القروض في البدايه. واخا يعني انا كنهضر معكم هنا علميا في لا جيستيون دونتربريز، خاصكم تبعدوا في البدايه بانكم تكثروا لي شارج فيكس، ودينيا في البدايه ولا في النهايه بعدوا من القروض الربويه. يعني بكل صراحه، الواحد فاش كياخذ كريدي راه كيولي في حرب مع الله. كريدي ربوي، انا ما غاديش نشرح هذه الامور الدينيه لانه انا عندي مفاهيم ديالي وعندي مبادئ ديالي، وكل واحد والمبادئ ديالو والقدره ولا الايمان ديالو شحال. يعني ما غاديش ندخل في الامور الشخصيه ديال الانسان، ولكن حنا كمسلمين فاش كنشوفوا شي منكر خصنا ننهيو عليه. وانا لاحظت هذه القضيه بزاف. واحد غير كيفكر في مشروع باغي يبدا بكريدي من الديبار، انت غادي تبدا بحرب مع الله، وغادي تبدا تقل راسك وما تعرف انك غتخدم ولا ما تخدمش. ما هضروش على بزاف ديال الناس اللي كنشوفهم واللي كيتواصلوا معنا حتى هما كيقول لك: خديت دعم وما نجحتش المشروع، واش ممكن تساعدوني ناخذ قرض؟ شوف، فكر، واحد خدا دعم منحه من عند الدوله ما خلص فيها حتى شي ريال وما قدرش ينجح المشروع، ودابا باغي ياخذ قرض ولا ياخذ كريدي باش يقدر قال لك ينجح المشروع. لوجيكمون واش هذا الانسان كيفكر؟ يعني انا راه شي ما كنبغيش نبارطاجي لي ميساج اللي كيوصلونا باش نحافظوا على الخصوصيه ديال الاشخاص، ولكن راه لا اله الا الله. يعني الانسان كتشوفه ما كيفكرش نهائيا، ابار هذوك اللي كيجيو كيقول لك كنتواصل معكم اعطيوني قرض. يعني حنا راه كنعطيو القروض. صباحكم